الإسكان الاجتماعي والمتوسط. ناس كتير جدا بتتكلم معايا وبتسألني على الخاص وفي جروبات كتير على الإسكان الاجتماعي والخاص وموعد الإعلان الجديد اللي هو الإعلان ال17 للإسكان الاجتماعي والمتوسط. مهم جدا ان انا كنت فكرت اعمل لكم الصفحه دي والقناه دي مخصوص يا جماعه عشان خاطر ارد واكون متواصل مع الناس، وهحاول اكون بشكل يعني شبه يومي ارد على كل الاستفسارات وعلى كل الاسئله، واقول لكم كل الجديد الخاص بمشروعات الاسكان. هقول لك كل الجديد خاص بمشروعات الاسكان، اخرها الاعلان اللي احنا منتظرينه، واللي في الفيديو ده هقول لك الموعد بتاعه عشان خاطر لو انت ناوي تحجز فيه يبقى تحضر فلوسك وتحضر حاجتك. لو انت مهتم ان انت يكون عندك شقه اسكان اجتماعي او اسكان متوسط في مدن الجيزه اللي هي 6 اكتوبر او مدن القاهره اللي هي حدائق العاصمه، تتابعنا الفتره اللي جايه دي. ولو انت عندك بقى الشقق اللي هي مثلا كنت حاجز في الاعلان ال14 او ال16 او ال15 او اللي هي الاعلانات السابقه، هنقول كل اي تحديثات خاصه بيها هنقولها واحنا بنتكلم واحنا بنعمل حلقات. ومش هتبقى ليها شرط تبقى حلقات ليها اسامي كبيره كده، لا، هتبقى في اطار دردشه ومعلومات هنحاول نوصلها لك ان شاء الله بكل بساطه وكل سهوله. اول حاجه موعد الاعلان القادم للاسكان الاجتماعي والمتوسط. موعد الاعلان القادم، وزي ما انا عودتكم انا بفهمك الخبر عباره عن ايه. طبعا الدولة دلوقتي خلصت الموازنة القديمة اللي هي بتاعة 2022 2023 خلاص. الموازنة الجديدة اللي هي 2023 2024 اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، دي دايما انت لازم غصب عنك تعدي شهر 7 و8. ليه تعدي شهر 7 و8؟ لأن شهر 7 و8 ده يا جماعة هو أول شهور الموازنة الجديدة. فانت خلاص وزاره الاسكان اتخصص لها مثلا، يعني انا هفهمك الدنيا بتتم ازاي، اتخصص لها مثلا 10 مليار او 100 مليار جنيه عشان دعم الاسكان الاجتماعي ودعم اللي هي الفئات الغير قادره في الاسكان. بياخدوا اول لما بيبتدي يتحط لهم هذا يعني البند في الموازنه، بيبتدوا بقى يدوروا على الاراضي المتاحه في المدن الجديده. عندهم بقى اراضي في اللي هي حدائق اكتوبر، عندهم اكتوبر الجديده، يبتدي يشوفوا كل الأراضي التي تصلح وعدد الوحدات اللي هم ممكن يقدروا يبنوها، ويبتدوا يشوفوا نسبة انهاء الوحدات في الاعلانات السابقه ونسبه العمل في الوحده. طب هل يا جماعه، وبيقعدوا كده يتكلموا، هل يا جماعه ان احنا في هذه الاعلانات نقدر ان احنا نطرح اعلان جديد ونبقى كده متماشيين يعني مع الواقع؟ هيقولوا لهم تمام، احنا ممكن، احنا نسبه مثلا انهاء الوحدات القديمه وصلت 70 80% 90%، فنقدر ان احنا نطرح وحدات جديده. ده بالنسبه لي اللي بيحصل عشان خاطر يبتدوا يحددوا الميعاد اللي هي واللي هو هيطرح فيه الاعلان القادم. طب الميعاد بقى اللي قادم ايه؟ الميعاد اللي قادم احنا بنتوقع ان هو مش هيبقى قبل اخر 9 اول 10. ليه قبل اخر 9؟ يعني مش قبل اخر 9 اول 10 ده، او كمان في خلال شهر 10 بالادق يعني. لان انت لما هم يقعدوا يخلصوا الحاجات دي كلها ويبتدوا يقولوا يا جماعه ده احنا هنعلن على مشروع اسكان جديد. السنه اللي فاتت احنا متعودين ان الدوله بتعمل الموضوع ده تقريبا كده كل اخر سنه، ولكن السنه اللي فاتت كانت الدوله طرحت لينا شقق في اللي هي الجيزه القاهره الاكتوبر الجديده، وما طرحتش شقق في حدائق العاصمه. ده اللي كان متاح الموضوع المره اللي فاتت، وعشان كده احنا المره دي بنؤكد ان القاهره لازم هيبقى ليها شقق اسكان اجتماعي. شقق اسكان اجتماعي دي لو انتوا فاكرين الشروط بتاعتها والمقدمات بتاعتها، يعني عشان حضرتك تجهز نفسك من هنا لغايه شهر 10 حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك يكون معاك من متوسط من 20 لغايه 25,000. لازم تكون البطاقه بتاعتك يعني مجدده، لازم تكون العمر بتاعك من 21 سنه لغايه 50 سنه، لازم حضرتك تكون من ضمن الموجودين في المحافظه ان كانت الجيزه او القاهره. كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي قلناها قبل كده وشرحناها باستفاضه، وكل الناس اللي تعرفني تعرف احنا اتكلمنا عنها قد ايه باستفاضه. ولكن انت مهم ان انت تبقى مجهز حاجتك، مفردات مرتبك طبقا للحدود اللي هو اعتقد يعني معظم اللي هو مستهدفين اسكان اجتماعي. اهم حاجه برضو ان انت ما تكونش انت او الاسره، يعني لو المدام او حاجه ممكن تكون واخده شقه مش هينفع انت تاخد شقه، ولو انت واخد من مشروعات الاسكان السابعه مش هينفع تاخد هذا الاعلان القادم. انا اللي يهمني في هذا الامر ان كل الناس اللي هي بتتابعني تبتدي تجهز نفسها وتبتدي تجهز مفردات
مرتبها، اللي هي طبعا دي بتتعمل اول يا جماعه لما الاعلان بينزل، ولكن انت زي ما قلت لكم كده بالنسبه بالمطلقات بالنسبه للارامل، ونفرق قوي زي ما انا وعدتكم كده التكات البسيطه، ان بالنسبه للمطلقه اللي معاها اطفال دي تعامل معامله الاسره، بالنسبه للمطلقه اللي ما معهاش اطفال بتعامل معامله الفرد. فكل اللي انا بقوله ده نخلي بالنا منه، لان طبعا دي محتاجه قيد عائلي، دي مش محتاجه قيد عائلي. في تكات كتير جدا هنحاول نقولها مع بعض واحنا بنتكلم عن هذا الاعلان، وهنتكلم على الاعلانات السابقه. الاعلان ال 14 الناس كلها برضو اللي مقدمه في الاعلان ال 14 قربت جدا تستلم، ودي طبعا من الناس المحظوظه جدا. هنتكلم على مبادره ال 3%، وهنحاول نوصل للناس برضو ايه هي مبادره ال 3%، وليه احنا الدوله حتى الان او حولت المبادره دي من البنك المركزي الى وزاره الاسكان، وهل الوزاره تقدر تكمل بهذه المبادره. ده اللي كله هنعرفه في الاعلان القادم للاسكان الاجتماعي. الاعلان ال17 ده من اهم اعلانات الاسكان الاجتماعي، لان هنا هتبان اتجاه الدوله، هل هي مستمره في دعم شويه الاسكان الاجتماعي ام انها سترفع يدها وتخليها ماشيه في سكه الاسكان المتوسط. يا رب دايما نكون بنقدم لكم معلومات مفيده، ونتمنى بجد لو انت مش متابع هذه الصفحة الجديدة تتابعنا، ولو انت مش متابع الاخبار اللي احنا بنتكلم فيها عن الاسكان تتابعنا، لان احنا هنقول هنا كلام وهنطلع حلقات بس مباشر، وهنتكلم معاكم بكل اريحية وبكل بساطة وبدون اي كلاكيع في الكلام. هنحاول نساعدك ان انت لو انت عايز شقة في ظل هذه الظروف الصعبة ان انت تقدر تحصل على الشقة اللي انت عايزها. دايما وعدتكم الكلام بكل صدق، وان شاء الله نقدر نساعد كل الناس. نشوفكم على خير، دايما بخير، الى اللقاء.